هاي صبايا، كيفكن؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طمني عنكم، شاكم ماكو. اليوم حبينا نسوي حلاوة الجبن. حلاوة الجبن اللي هي ما بنعرفها حومية ولا حمصية، بس انا مع اهل حماه بقول حومية. بدنا نعرف شلون نسويها عن جد، طريقته ولا اسهل من هيك كانت. حبيت اسوي فنجان قهوة وابرك انا اقولكن شلون سويتها. شلونكن؟ شو اخباركن؟ شلون الجو عندكن؟ ان شاء الله ما في برد. هون مطر كبس كبس كبس، صرنا 3 أيام مطر. ايوه هيا بسوي القهوة عشان ابرك وامنتج الفيديو واشرح لكم شلون سوينا حلاوة الجبن. هون حطيت طنجرة على الغاز، حطيت كاسة الا ربع سكر. يعني حلاوة الجبن يا البنات انتبهوا فيه، شو اسمه، فيه قطر، يعني ما فيكم تحطوا كاسة كاملة. حطيت كاستين مي. وهي الجبنة هاي في عندكم انتو الجبنة مثلا اي نوع انتو بتفضلوه. انا بفضل هاي النوع الجبنة، موتزاريلا. موتزاريلا 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 اي. هون في عنا تقريبا كاستين سميد. وهون يعني بدكم تنسوا كتفكم وانتوا عم تحركوا. هاي شطتها، بتشطوا بتمط، بتشطوا بتمط. عن جد هاي الجبنة كتير طلعت طيبة. بس هون لا تنسوا انه انا بصور بايد وحدة وبشتغل بايد التانية. هاي مظاهر. هون نحط تقريبا قدر معلقتين. هون في عندي ورقة زبدة، نحط ورقة الزبدة ونرقها. أنا الصراحة يا صبايا يعني في ناس بتعملها رقيقة رقيقة مثل ورقة الزبدة، إيش قد الرقيقة. أنا بحب يعني بحب الرقيقة وبحب سميكة. يعني إن كانت سميكة ما بيأثر، إن كانت رقيقة ما بتأثر، كله طيبة. أنا لفيتها بقريشة، هي سويتها حليب وحطيت له خل، إيه وصارت قريشة. وحطيتها، حطيتها تقريبا ربع ساعة بالثلاجة، طلعت بهذا الشكل يا صبايا على العالم. عندي ولادي ما بحبوا القريشة كتير، لذلك ما كترتها. وهذا طلع الجاط. ورجعنا سوينا قهوة. وبتعرفوا انتو انا بحب الحلو مع القهوة. هذا فستق الحلبي حاميين حماصناه، واللي احنا حطينا فستق الحلبي مشان تكمل يعني. والقطر يا صبايا انتو بتعرفوا شلون تحطوا. مثلا كاسة سكر نص كاسة قطر، هذا نص كاسة مي، وملح ليمون او ليمونة. صبايا دمار، كتير 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 طيبة، بنصحكم تجربوها. وهون طلعنا مشوار، طلعنا هيك نتعشى هيك برا. إيه، سوينا بيتزا، مو سويت قصدي طلبنا بيتزا أكلنا. إيه، وحبيت إنه هيك أخذكم كمان مشوار هيك خفيف نظيف. تشوفوا كمان الزينة، الشوارع مزينين، المول كتير زينة حلوة، مزينين. لسه في مكان كتير ما صورته لأني عندي بيبي ما حسنت أتحرك يعني زيادة. هون مزينين المول كلياته، بس عن جد كتير حلو. وشفت هدول كراسي المساج كمان، حاطين كراسي مساج. هيك الزينة كتير عالية وكتير حلوة. مو تقولوا ما في حدا، في حدا، بس أنا أصور إنه عم يكون ما في حدا. مليانة هذا المول، خاصة هذا المطعم مدروس درز عن جد يعني. بس لحنا رحنا إنه جو متأخر يعني. وهي وصلت البيتزا، طلبنا بيتزا حجم عائلي عن جد يعني، وبتشبع دسمة دسمة. ما بحب شي فوقها، لا لحمة ولا شي.
خاصة مطاعم الأجانب ما بحب الصراحة. عقبالكم، سلام، باي. حطوا لايك واشتراك.